4 أسرار لو عملتيهم هتخليكي شخصية قوية جدا، واثقة من نفسها ومش مهزوزة. ورابع حاجة، أهم حاجة، تابعوا الفيديو للنهاية لأنه فيديو مهم جدا. أول حاجة، لازم تشيلي الخوف من جواكي، الخوف من إنك تخسري حياتك أو تخسري حاجة أنت بتحبيها، وتقنعي نفسك بحاجة واحدة بس، كده خسرانة وكده خسرانة، يبقى أخسر وأنا قوية. أدافع عن الحاجة اللي بحبها بقوة. مش يمكن تنجحي، مش يمكن خوفك من الخسارة هو ده اللي هيخليكي فعلا تخسري. خليكي قوية أفضل مليون مرة من إنك تخسري وإنت ضعيف. تاني حاجة، لازم تقيمي الناس من حواليكي. إزاي؟ هقولك. أشوف أهلي في أي مكانة، جوزي، أصحابي، أهل جوزي، إخواتي. أقيم مين قبل مين، يعني مثلا جوزي الأول وبعدين أهلي وبعدين أهل جوزي وبعدين أصحابي. كده مش هبقى تايهة ولا هاجي على حد على حساب حد تاني. لحظة، أنا بقيم الناس من حواليا بأفعالهم معايا، أفعالهم هي اللي بتحدد مكانهم في حياتي، وما اجيش على حد على حساب حد. تالت حاجة، أحلل شخصيتي، يعني أشوف عيوبي إيه ومميزاتي إيه وأبدأ أغير من نفسي. أحب نفسي وأحترمها. احترامي لنفسي هيخليني أفرض احترام الناس ليا، لكن لو بكره نفسي هغلط، ولو غلطت محدش هيحترمني. عايزة شخصيتك قوية، انك تفرضي احترام الناس ليكي من احترامك لنفسك. رابع حاجة واهم حاجة واخر حاجة، اوعي يكون ليكي نقطة ضعف حد يستغلك بيها او يضغط عليكي بيها. انت اقوى من اي حاجة ممكن تضعفك. ما تخليش حياتك تقف على شخص معين، ولا على بيت، ولا على حياة. خلي اللي قدامك يحس انك اقوى، دي حاجة هتضعفه هو. خلي قوتك هي نقطة ضعفك. ولو عجبكم الفيديو دعموني بلايك وشير. أنا آسيا عبد الرحمن ودي النضارة السوداء. سلام.